يا بطني، الشعور بالامتلاء والمغص بعد الأكل. لو بتحس إنك تعبان بعد الأكل وعندك شعور بالامتلاء والمغص يبقى الفيديو ده ليك. لو بتحس بتقل فوق المعدة كأنك شايل قالب طوب على بطنك، أو بتحس بخمول وكسل زي الدبدوب الكسلان. لو بتقعد في الحمام بالساعات لحد لما يكسروا عليك باب الحمام، تعال أقولك واترجاك. أرجوك أرجوك بطل أكل بسرعة، محدش بيجري وراك. ارحم المعدة شوية، بلاش لخبطة، مكرونة على ملوخية على كبدة مقلية وبسبوسة عليهم هدية، ونحبس بالشاي، حرام عليك، كفاية دي. أكل متأخر بالليل وعامل حفلة في معدتك قبل النوم، ده كده كتير أوي الصراحة. تعالى بقى خد الكبسولة وأقولك كل بالراحة خالص، كأنك بتتفرج على مسلسل تركي رومانسي. اشرب مية كتير على فترات، وبلاش البيبسي لأن ولا بيروي ولا بيهضم. قلل بقى كميات الأكل علشان المعدة تتنفس، وبعد الأكل اتمشى شوية لحد التلاجة، اشرب مية وارجع تاني. وأخيرا، معدة حضرتك مش خرسانة، عاملها برفقة يا صاحبي وبلاش تقسى عليها. كان معكم دكتور مجدي، أميجو ميجو، وباي باي.